قنبلة موقوتة في أثيوبيا ما يقلش خطرها عن قنبلة هيروشيما. القنبلة دي اسمها سد النهضة. عارف القنبلة دي لو حصل لها حاجة ممكن يحصل ايه في أسوان؟ طب بلاش، ممكن تعرف ايه اللي يحصل لك وانت في مصر؟ والمية والفيضانات دي ممكن توصل لك مصر بعد كام ساعة أو كام يوم؟ وهيكون ارتفاعها قد ايه؟ وبالمتر كمان. أيوة بالمتر، للأسف هتبقى بالمتر. بس مش عايزك تقلق، لو انت ساكن بعد الدور ال 13 المية مش هتوصل لك، لأن ارتفاعها هيكون 36 متر. متخيل معايا الرقم كبير قد ايه؟ مش دي بس الصدمة، في صدمات تانية كتير. الصدمة الحقيقية إن مصر وصلت لمرحلة الشح المائي، وإن السودان ممكن تتشال من على الخريطة تماما، والكارثة اللي حصلت في ليبيا ممكن تتكرر تاني. ولكن المرة دي السيناريو هيكون أسوأ بكتير، لأن ببساطة اللي حصل في ليبيا حصل بسبب 27 مليار متر مكعب من المية، واللي بنتكلم عنه في سد النهضة 64 مليار متر مكعب من المية. يعني تقريبا بتتكلم عن 3 أضعاف الكارثة اللي حصلت في ليبيا. طب تعالوا نرجع بالزمن لورا شوية كده. سنة 1929 حصل اتفاقية ما بين الحكومة البريطانية وما بين دول حوض النيل اللي بتمثلها مصر، وده لتقسيم مية النيل. وكانت حصة مصر ساعتها 43 مليار متر مكعب في السنة. وصلنا بقى ل 1950 وصلت حصة مصر ساعتها ل 55 مليار متر مكعب. جم ساعتها قالوا لا، ده مصر كده مستحوذة على معظم مية النيل، وخصوصا لوجود بند في اتفاقية سنة 1929 بيقول إن مصر من حقها إنها ترفض رفض كامل إقامة أي منشأة على النيل، وده طبعا ما ينفعش يحصل من غير موافقة مصر. وكان في الوقت ده الأوضاع بالنسبة لمصر كانت مستقرة لحد ما وصلنا سنة 2011. وطبعا الأوضاع في مصر ساعتها ما كانتش مستقرة بسبب الثورة، وقررت ساعتها أثيوبيا إنها تبدأ في بناء سد النهضة، واستغلت وقتها ضعف الدولة المصرية. وبعدها أعلنت أثيوبيا إنها انتهت من الملء الرابع لسد النهضة بحوالي 24 مليار متر مكعب من المية، وقالت ساعتها إن ده الملء الرابع والأخير. بس تفتكر فعلا إن ده الملء الأخير لسد النهضة، ولا في خامس وسادس، ولا هما بيقولوا كده وخلاص؟ لأن لسه في مساحة كبيرة في السد تستحمل أكتر من كده، وهما بيقولوا إن يقدر يستحمل لحد 74 مليار متر مكعب، أو هما يعني عايزينه يستوعب الكمية دي بالغصب. طب تعرف هو وصل لحد كام؟ وصل لحد 41 مليار متر مكعب من المية بعد الملء الرابع. المشكلة هنا بقى إن في مشكلة كبيرة في السد ده، وإنه ممكن ينهار في أي وقت على دماغهم، لأن التصميم الهندسي للسد معمول إنه يستوعب 11 مليار متر مكعب من المية بس، مش زي ما قالوا 74 مليار متر مكعب. أنت متخيل الفرق؟ يعني عايزين يوصلوه بالعافية للكمية دي. الموضوع كله عند سياسي. طب عارف العند ده إنه ممكن يقضي على حياة 150 مليون بني آدم؟ وده مش كلامنا، ده كلام الخبير المائي عباس شراقي، واللي وصف الكارثة دي إنها بتعادل 1000 قنبلة نووية. الكارثة الحقيقية إن أثيوبيا موجودة في مكان في الأرض من أنشط الأماكن للزلازل، يعني مش فيضان وسيول وبس، لأ كمان زلازل. طب تخيل معايا كده لو المصيبة دي حصلت والسد انهار. أولا دولة السودان هتبقى غرقانة كليا، وهتغرق تحت المية، وهتبقى عاملة زي مملكة أطلانتس. ومدينة الخرطوم دي طبعا مش هتبقى موجودة. السد ده هيكون بمثابة قنبلة مائية بالنسبة لدولة السودان، زي ما انتشر على السوشيال ميديا الفيضان اللي حصل في السودان. من الآخر كل اللي بيحصل ده بيثبت إن أثيوبيا عايزة تتحكم في المنطقة. عشان كده دايما بنقول إن أثيوبيا مش دولة شقيقة للسودان. طب إحنا بقى في مصر ممكن يحصل لنا إيه؟ من حسن الحظ إن ما بين مصر والسودان حوالي 2000 كيلومتر، وفي دراسات بتقول إن الفيضانات والسيول ممكن تاخد وقت لحد 6 أيام عشان توصل لمصر بعد تدميرها طبعا لإخواتنا في السودان. والوقت ده طبعا ممكن يدينا الفرصة إننا نفتح مفيد توشكا والقناطر. وغير مشكلة انهيار السد في مشكلة تانية، وهي وجود السد أصلا، لأن في 85% من نسبة مصر في المية وهي جاية بتعدي على سد النهضة، والسد ده طبعا بيحجب جزء كبير جدا من نصيب مصر في المية. عشان كده بقولك إننا وصلنا لمرحلة الشح المائي، ويمكن احنا دلوقتي مش حاسين بالموضوع ده بسبب وجود السد العالي واننا بنسحب منه، ده غير اننا بنعيد تحلية المية طبعا دلوقتي. ولو مخزون السد ده خلص في فترة جفاف هتكون الكارثة كبيرة جدا. ليه بقى؟
لانها عايزاك تكون محتاج لها عشان مصر تشتري منها الميه. وطبعا ده من احلامهم زي احلام العصر كده. تخيل كده دولة زي اثيوبيا تحط راسها براس مصر. ده لما كان رئيس جمهورية مصر موجود على الطيارة ما كانش رئيس اثيوبيا بيستجرأ يتحرك بطيارته. طب ليه بقى مصر مش عايزة تتحرك وتطربق سد النهضة مع انها تقدر تعمل كده بكل سهولة؟ ببساطة لان مصر عندها حاجات تانية اهم. تعال بقى اقول لك ايه هي. مصر عملت قناطر اسيوط الجديده واللي بتستحمل 60 مليار متر مكعب، وكمان عندنا مفيض توشكا اللي بيستحمل 50 مليار متر مكعب. ده غير كمان زياده مساحه السد العالي، ده غير طبعا حاجات تانية كتير. طب ده بيوضح لنا ايه؟ بيوضح ان مصر بتخطط لسيناريو تاني خالص، وهو ان سد النهضه ده اصلا ما يكونش موجود، سواء بشكل طبيعي او بفعل فاعل او غيرها طبعا من الطرق اللي احنا عارفينها. طب تعالى بقى، مش المفروض ان اثيوبيا عامله السد ده عشان يعملوا تنميه ويصدروا كهرباء؟ طب اثيوبيا هتبيع الكهرباء دي لمين؟ اول حاجه طبعا هتفكر فيها هي الدول المجاورة زي جيبوتي وإريتريا وتنزانيا والسودان. طب يلا بينا نعرف بقى مصر عملت ايه؟ مصر عملت سنة 2022 أول محطة لتوليد طاقة الكهرباء، وتم تصنيع الشبكة بالكامل في جمهورية مصر العربية بتحالف ما بين شركة الكهرباء في مصر وشركة الكهرباء في جيبوتي. وقامت مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة جيبوتي من الكهرباء، وبقى عندها فائض للتصدير كمان، وده أول جون مصر جابته. والشركة العربية للتصنيع راحت لدولة إريتريا وقالت لها بقول لك ايه، انا مش عاجبني الضلمة اللي انت عايشة فيها دي، واكيد مش هنستنى الكهرباء اللي اثيوبيا هتجيبها، دول لو كانوا اصلا هيجيبوها. وقررت ساعتها تعمل معاها مشاريع. ولو فاكرين ان مصر قررت تطوير دول حوض النيل من ضمن مبادراتها، واللي وقتها ناس كتير قالت هو احنا لاقيين ناكل عشان نطور دول تانية؟ الفكرة بقى ان سنة 2018 نفذت الهيئة الوطنية للتصنيع أول مشروع للطاقة الشمسية باستثمارات وصلت ل 8 مليون دولار، وكل الألواح الموجودة دي تصنيع مصري خالص. ومصر كمان عملت اتفاقية مع إريتريا وقالت إنها هتعمل لهم معهد تجريبي للأيدي العاملة، وطبعا ده للحد من البطالة. وقدرت إريتريا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وقدرت كمان مصر تنجح إنها تعمل اتفاقية أمنية وتبادل معلومات مع دولة أوغندا، وقدرت كمان الوكالة المصرية إنها تنفذ مشروعات لدولة أوغندا. ومن أول المشروعات دي هي بناء سد أوين في أوغندا والمرسى النهري العملاق. وعملنا واحدة من أكبر المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء، وكمان بنهدي الشعب الأوغندي الألواح هدية. وكمان مضينا اتفاقية مع الكونغو وهي حق استغلال وتطوير نهر الكونغو، وهيتم بناء سد عليه عشان يولدوا منه الكهرباء. وكمان الكونغو ادتنا حق الاستغلال الأراضي الزراعية حول نهر الكونغو. ومصر كمان نفذت محطة طاقة شمسية عملاقة. وفي النهاية اللي بيحصل ده كله، التطورات اللي بتنفذها مصر قدرت تضيق الخناق على اثيوبيا وسد النهضة. ومش كل حاجة ينفع تتقال وتطلع للملأ، لكن اللي بيتنفذ واللي حققته مصر بيحميها من أي أزمة دولية صغيرة أو كبيرة بيتخطط لها. حفظ الله مصر وشعبنا العظيم.